مع تجربة مميزة من تونس الخضراء لأول شركة عربية تتميز في صناعة الطائرات. شركة أفيوناف من تونس، وضيفنا الأستاذ فؤاد كامل محطتنا لهذا الجزء من وقتنا. نرحب به بداية. مرحبا بك. السلام عليكم، مرحبا بكم. أهلا بك أستاذ فؤاد. مشاهدينا، لدينا هذا التقرير لنتابع التقرير معا، بعدها سنعود للحوار مع ضيفنا. عندما قرر عباس بن فرناس قبل قرون أن يحلق عاليا فوق الأرض، سجلت له أول محاولة للطيران. نجا بحياته لكن لم تنجح المحاولة. الحلم طار بعيدا وحط على برج غلطة في اسطنبول، حيث استطاع أحمد شلبي التحليق فوق البسفور. سجل التاريخ كلتا المحاولتين، إلا أن التطور في المجال اتجه غربا. مرت السنين ليعلن أحفاد أحمد شلبي عن طائرتهم الجديدة، في الوقت الذي حبس الاستبداد أحفاد فرناس عن التحليق بأحلامهم عاليا. رغم التطور في هذا المجال وضخامة إمكانياته، إلا أن الهاجس الفردي للثورة على قانون الجاذبية والتحليق بأبسط الوسائل بقي حاضرا. الشعب التونسي حر، الشعب التونسي ما يموتش. ثورة على الجاذبية السياسية أيضا حلقت في عواصم البلاد العربية. استطاع بعدها أحفاد عباس بن فرناس أن يحطوا بأحلامهم على أرض الواقع. مرحبا بك من جديد. الحديث عن الطائرات قد يلهم الكثير من مرتادي هذا المجال وأيضا الدول، يعني مردودها الاقتصادي هي قضية اعتبارية. دولة تستطيع تصنيع الطائرات في عالمنا الحالي. يعني بداية ضعنا في صورة نوعية هذه الطائرات التي تنتجها شركتكم. والله هي طائراتنا يعني طائرات جد خفيفة، طائرات يعني لا تفوت الوزن نتاعها 500 كيلو، وهي معدة للبيع في أمريكا وفي فرنسا، في أوروبا، في أستراليا يعني. نعم، يعني نوعية هذه الطائرات هل هي نفاثة؟ هل تنافس تلك الشركات العملاقة طبعا التي تصنع الطائرات والتي حكر على بلدان معينة؟ لا، الآن مش نفاثة، يعني ما زلنا نصنع في طائرات عادية بالمروحة. عندنا 3 أنواع طائرات يعني نصنع فيها ألمنيوم وكربون فايبر. عندنا طائرات يعني تنزل في الماء في البحر، وطائرات تنزل على البر. إن شاء الله عن قريب نوصل للنفاثة إن شاء الله. طيب أستاذ فؤاد، متى بدأتم بالفكرة، وهل هي فكرة تجارية؟ لو تخبرنا قليلا متى بدأ المشروع ومن أي منطلق؟ والله هو بعد الثورة، بعد خروج هروب الطواغيت من تونس، تنفسنا حرية، يعني مش حرية فكرية فقط، هناك حرية يعني اقتصادية، باش الناس تعمل مشاريع وتتطور. وقررنا باش تكون عندنا المشروع عنده أهداف ربحية وأهداف ثقافية وأهداف علمية، وواجب علينا يعني كشباب في تونس، في المجتمع التونسي، باش نصنعوا حاجة يعني نقدموها لبلادنا. طيب أستاذ فؤاد، لو نتعرف أكثر عن الشركة، كم شخص يعمل في الشركة، والإنتاجية كيف؟ كل كم فترة تقومون بإنتاج طائرة؟ لو نتعرف أكثر. هي الشركة فيها تقريبا خلينا نقولوا 20 شخص، فيها 5 مهندسين طيران، مهندسين ميكانيك، مهندسين من كل الاختصاصات، باش نجموا نحافظوا على المعايير السلامة العالمية. وتقريبا كل شهر في سلعاتنا نصنع طيارتين وحتى 3 يعني، لأنه طياراتنا موجهة للسوق الأوروبية والأمريكية، وتحظى يعني بحب كبير، يعني الناس يحبوها في أمريكا وفي أوروبا، لأنه الجودة متاعها عالية يعني من أحسن الطيارات في العالم. نعم، يعني قد يكون أصعب شيء في صناعة الطائرات هو قضية المحرك.
هل هو صناعة تونسية بحتة أم تستعينون قد يكون بشركات معينة لشراء قطع وأنتم تقومون بتركيبها فقط؟ صح، المحرك بس هو اللي نشتريه من شركة كندية يعني مقيمة في النمسا، روتاكس. نشتري المحرك ونركبوا المحرك، يعني لأنه نسبقوا سلامة الناس قبل يعني تطوير الطيارة بأنفسنا. إذا نشتري المحرك نركبوه ونصنع بقية أجزاء الطائرة في تونس، الأجنحة، الجسم، الكراسي، كل شيء يصنع في تونس ويتم تركيب الطيارة وتخرج الطيارة جاهزة. نعم. في أي سوق أنتم الآن موجودون؟ وهل عمليات البيع تغطي تكاليف الشركة وتغطي أيضا الخطط التطويرية لهذه الشركة؟ طبعا صناعة الطيارات يعني هي صناعة ربحية وصناعة يعني طياراتنا موجودة في كل العالم. عندنا قرابة 300 طيارة يطيروا في العالم من النوع اللي نصنع فيه. عندنا في امريكا، محبوبه كثير في امريكا، عندنا في فرنسا، في اسبانيا، في ايطاليا، في استراليا، حتى في باكستان يعني اشتروا طيارات. والان يعني كل الناس يعني مقبلين على الطياره نتاعنا لانه الجوده نتاعها عاليه والثمن نتاعها يعني ينافس كثير الطيارات الموجودين في المصنعين في اوروبا. نعم. طيب استاذ فؤاد، يعني لنفرض انا اريد ان اشتري طائره، كيف تتم هذه العمليه؟ وهل يسمح للجميع ان يشتري طائره؟ لو قليلا تشرح لنا هي طائره المسار. هي طائرة يعني خفيفة، طائرة معدة للناس يعني اللي تحب تطير، اللي تحب يعني تسافر. مش طائرات النفاثة اللي تتطلب ساعات كثيرة باش تتعلم سياقتها. 25 ساعة تكفي باش تتعلم سياقة الطائرة. واحنا نهدي يعني في تونس اللي يحب يشتري طيارة نهدي له اللايسنس نتاع سياقة اعتقد انه تهدوا طيارة وتقريبا سعرها من 5. نعم. يعني هو المشكلة، نعم، يعني هو المشكلة ليس في وزن الطائرة، يعني هو تقول طائرة خفيفة ولكن سعرها خفيف أيضا. سعرها يتراوح بين 50,000 و 60,000 دولار. يعني وتزيدوها حسب الإضافات اللي يحبها الزبون يعني. نعم. أستاذ فؤاد، هذه الرخصة، رخصة القيادة، أنتم تعطونها تقدمونها، هل هي من تونس؟ التدريب، هذا التدريب لو أخبرنا. هي رخصة القيادة رخصة عالمية يعني تعطى من تونس، وعندنا يعني بارتنر بتاعها في تونس يعني يتم تدريب الطيار مدة 25 ساعة وتعلم سياقة الطيارات مثل السيارة تماما يعني. ويطير بها في العالم الكل ومعترف بها في العالم الكل. وهي يعني رخصة اسمها LSA لايت سبورت ايركرافت في امريكا، وULM ultra léger motorisé في فرنسا. يعني تقدر يعني تاخذ طيارتك تتعلم تسوق وتسافر بها لفرنسا، ايطاليا، المغرب، يعني الجزائر، اذا هي السعودية، رخصة دولية، يعني مصر. يعني هي ليست فقط طائرة تستخدم داخل حدود البلد التي تشترى منه او تصدر له. من الممكن أن يطير من بلد إلى آخر ولكن بإذن طيران طبعا وبتنسيق مع مطارات معينة. طبعا عندك الفيزا تسافر وين تحب، يعني تركب في طيارتك تخبر البرج مراقبة وتروح للبلد اللي تحبه، يعني مثل اللي يخوت بالضبط يعني، بس في السماء يعني لأنه السماء مفتوحة والحمد لله. نعم. بالنسبة للمنافسة في السعر، يعني إذا قارنا بين أسعار الطيران الذي تنتجونه وبين الأسعار لشركات قد تكون أوروبية تنافس على قضية الماركة التي تملكها. والله الحمد لله في تونس يعني عندنا قدرات تنافسية كبيرة يعني. أول شيء الناس الكفاءات الموجودة في تونس، مئات آلاف المهندسين الموجودين بسعر مش نفس في أوروبا، وموقع جغرافي متميز لتونس، يعني هي بوابة أفريقيا، وهي بين احنا وبين بين أوروبا تقريبا 100 ولا 200 كيلومتر ماكسيموم يعني، فهمت. يعني نقدر نصنع في تونس ونصدر في اوروبا، ومستحيل الشركات الاوروبيه والامريكيه ينافسونا في هذا المجال.
يعني استاذ فؤاد طبعا اخبرتنا انه ممكن الطيران من عندك من تونس لفرنسا، صحيح بهذه الطائره؟ صحيح، يمكن تطير من فرنسا. الطياره نتاعنا السرعه نتاعها 250 كيلومتر في الساعه، تقطع 1600 كيلومتر. طيب بدون توقف طبعا. معناها ممكن تطير لتركيا كمان. ممكن ما شفتش المسافه بين تونس وتركيا، بس اتصور انها توصل تركيا. طيب اذا وصلت خبرنا، يعني ممكن احنا نستقبلها، ما في مشكله. ان شاء الله. شكرا جزيلا ان لك. شاء الله ان شاء الله. استاذ فؤاد شكرا لك، كنت معنا من تونس. مشاهدينا فاصل قصير وبعدها نعود بفقرة الجولة الصحفية مع عزيز.